السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، وعذرا على الانقطاع، ولكن طبعا الجامعة دخلت وأنا دلوقتي في رابعة ومشروع التخرج وكيكي وميكي وفام والحكاية كبيرة قوي. فهتلاقي الريت الفيديوهات قل بشكل ملحوظ يعني. سريعا بدون رغي كالمعتاد. فيديو النهارده فيديو مهم جدا لو انت طالب في سنة أولى. سنة أولى ايه بقى؟ مش فارقة، سنة أولى حاسبات، سنة أولى هندسة، سنة أولى طب، سنة أولى أيا كان، مش هتفرق، الكلام واحد. اغلبه يعني اغلب النصايح في الفيديو ده هتبقى موجهة لجميع الكليات. طيب، هل انا اهل للنصيحة؟ لا، معرفش، بس يعني خد الكلام واسمعه، ولو عجبك طبقه، ولو ما عجبكش ما تطبقوش. تقريبا في نصيحة واحدة بس اللي هقولها هي اللي هي اللي ما ينفعش تتكلم فيها. فخليها في الاخر، خليها في الاخر. بس خلونا نبدأ على طول في اول نصيحة يعني عايز اقولها، ودي حاجة اتقالت لي انا شخصيا في سنة اولى، ترم اول تحديدا. اتقال لي كده نصا من معيدين ان سنه اولى هي اهم سنه في الكليه. فانا استغربت جدا، سنه اولى ازاي اهم سنه في الكليه؟ سنه اولى دي كنت باخد فيها بيزنس، باخد فيها مش عارف فيزياء، باخد فيها كالكولس، باخد فيها كرياتيفيتي، باخد فيها حاجات بعيده كل البعد عن البرمجه. وطبعا كنت اللي هو انا داخل بقى مستني، فاهم، ومستني اخربها، فاهم. مفيش اي حاجه، ومش شايف بوادر ان ممكن يكون في اي حاجه اصلا، فاهم، الدنيا خربانه خالص. فانا طبعا رحت مطنش. مفيش حاجه اسمها كده، ايه ده؟ انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ فاهم. بس فهمت ليه سنه اولى أو اهم سنه في الكليه. اقول لك ليه دلوقتي. لو انت جامعتك شغاله بنظام الكريدت اورز والجي بي اي والحاجات اللطيفه دي، فانت الجي بي اي ده تراكمي. يعني الرقم انت بتجيب اول رقم جي بي اي بتجيبه. ولو هنتكلم على ستاندرد كله، كل ما الرقم بيعلى كل ما مجموعك بيبقى احلى. فاحنا لو هنتكلم على الستاندرد اللي هو اخره 4، الرقم دوت accumulative، اللي هو يعني تراكمي. فالرقم ده لو انت جبت أو في الترم الاول جبت مثلا 2.5، اتشقلب الترم الجاي ان انت تقعد تعليه بقى، اقعد علي 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 علي. طبعا 2.5 ده سيء، فبالتالي هتفضل بقى تقعد تقعد تطلع تطلع تطلع، او مش سيء ماشي، عشان ما ما اقولش ان هو سيء. هو على حسب انت ايه تارجتك من الجامعة. اظن 2.5 دي كانت جيد تقريبا، يا جيد يا مقبول، مش فاكر. بس ايا كان يعني. فلو انت جبت الجي بي اي ده جبته قليل في الترم الاولاني، فمعنى كده ان انت هتفضل تعافر ال4 سنين حرفيا اللي في حياتك ان انت تقعد تعليه. وهتفضل يعني شايل هم كبير قوي ان انت لازم تجيب في كل المواد A بلس او A ستار او ايا كان في جامعتك بتسميها ايه. اللي هو من الاخر هتبقى مقيد ان انت لازم تجبر نفسك انك تجيب في كل ماده امتياز. لو انت وقعت في سنه اولى او في ترم اول تحديدا، وقررت ان انت قدام تحاول تعلي الجي بي اي بتاعك. سنه اولى او ترم اول هو فيصل الجي بي اي. لو انت جبت فيه جي بي اي عالي، ترم اول ده لو انت جبت فيه جي بي اي عالي، انت شكرا كده، انت ارتحت بقيه ال4 سنين كلهم. انت بجد بجد زي ما بقول لك، شويه مواد تافهه جدا في سنه اولى ملهاش اي علاقه بالواقع، اجتهد فيها، هات فيها جي بي اي عالي جدا، هات فيها 3.5، هات فيها يا عم. اقسم بالله انا عندي في جامعتي كان سهل جدا اجيب ال4، بس انا ما جبتهاش. اول ترم انا جبت 3 و4، جبت 3 و4 اللي هي كانت جيد جدا. تمام. اول ترم ده انا كان يعني بجد بجد بجد، مش عشان انا بتكلم من دلوقتي، مش عشان أنا في سنه رابعه فبالتالي شايف الحاجات اللي في سنه اولى متخلفه. لا، في سنه اولى هي كانت متخلفه برضه، بس انا ما كنتش عندي الوعي ده ان هي متخلفه، وما عنديش الوعي بطريقه المذاكره اللي تخص الجامعه و فعشان انا ما جبتش ده، انا الى الان مش عارف انط. يعني النطه اللي هي تخليني ابقى في الاواخر، اللي بتاعت بقى 3.8 3.9 3.7، الحاجات دي مش عارف اجيبها بسبب الحركه دي. لدرجه ان انا الترم اللي بعده اللي هو الترم التاني ما كنتش برضو فاهم اللعبه ماشيه ازاي. فقررت ان انا هحاول اجيب في كل المواد امتياز. وقد كان انا تقريبا جبت في كل المواد امتياز، جبت في كل المواد A بلس ما عدا ماده واحده اللي هي كانت جبت الجي بي اي بتاعي 3.9، اللي هو فاضلك 0.1 على 4. فتقريبا كان بيرفكشن. الجي بي اي بتاعي عالي، بدل 3 و4 بقى 3 و6 بس يعني. فانت برضو الموضوع يضايق، اللي هو طب ليه ما تحطش الجي بي اي ده؟ عشان الجي بي اي اللي انت جبته اللي هو 3 و9 ده تراكمي، يعني بيتحسب على اللي فات. يعني ال3.9 دي اتحسبت على ال3 و4 الاتنين مجموعين على بعض، اتقسموا على الاتنين، هوبا اداك مجموع المجموع الاخير بتاعك. فانت من الاخر آه،
سنه اولى دي مهمه جدا جدا، ومش سنه اولى، الترم الاول اجتهد فيه قوي، عشان قدام يعني لو جيت في ترم قررت ان انت خيش براحتك، تلاقي عندك فرصه انك تخيش في ماده انت مش طايقها، دكتورها مش طايقه، ايا كان، هتلاقي فرصه انك يعني هتلاقي دايما في وقت انت محتاج ان انت تفصل فيه مخك في ماده انت شايف ان لا مش مهتم ان انا اذاكرها، وبتحصل فعلا في مواد مش مهم ان انت تذاكرها، بس بتبقى مجبر انك تذاكرها خوفا على مجموعك، خوفا على الجي بي اي. فدي كانت اول نصيحه، ان الجي بي اي طبعا مهم جدا جدا تحقيقه بشكل كبير او بدرجه عاليه فيه في سنه اولى بس، او في ترم اول. فدي كانت اول نصيحه. تاني نصيحه وهي حاجه كده عشان تبقى فاهم عندك سنس، نظام الجامعه كدراسه وكامتحانات و مش زي نظام المدرسه تماما. ميزه نظام الجامعه في الدراسه، هي اي جامعه في الدنيا كده، ان انت تقدر تجيب الحاجات القديمه، يعني تقدر تشوف الدكتور ده امتحن ايه قبل كده. وتقريبا 70% من الدكاتره مش بي يعني ما عندهمش القدره ان هم يكريتوا امتحانات جديده، المخ هنا خلاص طار، فبالتالي هو ما عندوش القدره ان هو يبتكر اسئله. هو كل اللي هو بيعمله بيرجع مثلا يشوف اخر 10 امتحانات هو جابهم، والله ال10 امتحانات دول بيقعد يجيب بيهم اسئله راندم تك 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 ويجنريت لك منه امتحان جديد. بس هو ده كله بيعمله 70% بجد من الدكاتره، بالذات لو هو الدكتور عجوز، هو ده امتحانه. الا هو مريض نفسي، لو هو مريض نفسي هيجيب لك امتحان جديد كل سنه، وده بجد لازم فاهم على طول كده. لكن عامه اغلب الدكاتره 70% منهم مش بيجيبوا امتحانات بحاجه مستحدثه غريبه جدا، لا عادي، اسئله كلها متوقعه. ولو انت فهمت دماغ الدكتور هتلاقي ان انت داخل عارف انت هيجيلك ايه في الامتحان. وطريقه المذاكره عامه في الجامعه ما بتعتمدش على الحرق، ما تحرقش كتير في المذاكره. طريقه المذاكره في الجامعه محتاجه ذكاء شويه، افهم طريقه الدكتور، شوف امتحاناته القديمه، ركز على النقط المهمه. دايما هتلاقي في شرح كتير قوي نظري في الموضوع، بس في حاجات هي دي اللي بتيجي، دي حته بتيجي بالسنس يعني قدام مع الوقت بالسنس انت هتجمع. ف مهم جدا 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 انك تفهم طريقه المذاكره اللي تخص الجامعه، وتبعد عن طريقه المدرسه اللي هو ايه، هجيب 10 كتب واقعد اسفهم تك تك تك. مفيش كتب في الجامعه اصلا، المفروض يكون في كتب بس انت مش هتقرا الكتب دي، لان هي بتبقى مش كتب، هي بتبقى مش لاحه كبيره بس مرجع، يعني فاهم، حاجه كده تخينه فاهم. فانت عمرك ما هتفتحها، ومفيش وقت انك تفتحها اصلا، سواء بسبب ان انت يعني مش هتهتم انك تفتحها، او محدش هيديك فرصه انك او يديك وقت كافي انك تفتحها. فبالتالي المذاكره كلها بتبقى من سلايدز. سلايدز عباره عن ايه؟ عباره عن شويه شرائح، حرفيا من اسمها شرائح، فيها شويه نقط تك 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 تك، هي دي اللي بتجيب منها الخلاصه. فطريقه المذاكره بتاعت الجامعه غير طريقه المذاكره بتاعت المدرسه، ما تحرقش فيها كتير جديا، ما تحرقش فيها كتير. طيب نصيحه كمان، وهي نصيحه مش دراسيه، هي نصيحه انسانيه اكتر. الناس اللي هتعرفهم في سنه اولى، الشله اللي انت هتعرفها في سنه اولى، انتقيها كويس جدا جدا، لان في الاغلب يعني بتكون هي دي الشله اللي هتكمل معاك لحد ال4 سنين كلهم، لحد ما تتخرج والحياه تفصلكوا كده فاهم، اوتوماتيك هتلاقي نفسك عملتوا كده. لكن الشله دي في الاغلب هي دي الشله اللي انت هتكمل معاها سنه اولى. في ناس تقول لك الناس بتروح وتيجي ومش عارف ايه، ده لو انت في طب بقى فاهم، انت قاعد 7 سنين فانت عندك القدره انك تعرف 70 شله يعني فاهم. لا احنا بنتكلم على الكليات الصغننه اللي هي ال4 سنين و5 سنين بالميت يعني. فانت الناس دي هي دي الناس اللي انت هتكمل معاها بقية حياتك. الناس دي حلوة، الناس دي وحشة، هي دي الناس اللي انت هتكمل معاها بقية حياتك في الاغلب يعني، في الاغلب. فانتقيهم كويس جدا، انتقي ناس شبهك، ولو مش شبهك يعني لو انت شايف ان انت بني ادم مش كويس انتقي ناس احسن منك تخليك احسن. ودايما ما تحطش نفسك في شلة عامة انت احسن واحد فيها. يعني ما تحطش نفسك في شله، ما بتكلمش احسن واحد يعني ماديا ولا لا، يعني مثلا انت شاطر دراسيا، ما تحطش نفسك في ناس هم كلهم مش اشطر منك، لا، خش واقعد مع الناس اللي هي الاشطر منك، مستواك فيما اعلى، اقعد مع الناس دي هتتسبب في تطورك عامه. انا عارف ان الكلام ده علم نفس شويه ومش عارف ايه، وانا اصلا ما بحبش حاجه اسمها علم النفس، وما بعتمدش ان البشر ليهم قواعد، ولكن دي حقيقة. ما تقعدش مع حد يحسسك انك احسن، لان انت بجد مع الوقت انت في فترة هتحتاج انك تتطور، بجد هتحتاج انك تيفولف وتخرج من الفيز اللي انت فيها دي لفيز ما اعلى، لان انت عمرك ما هتكون
داخل اولى جامعه وانت في قمه تطورك، لا انت هتتطور بجد داخل مراحل الجامعه دي بشكل كبير جدا وغريب جدا، تطور فكري وتطور في الشخصيه وتطور في كل حاجه. فما تقعدش مع ناس يحسسوك انك متكامل، لا انت خليك ناقص، خليك ناقص زي ما زي ما سمعت كده. خليك ناقص واقعد مع ناس تحسسك ان انت لا انا لسه ما ده مش الفول بوتنشال بتاعي. طيب ده من الناحيه اللي هي اللي تخص ايه، كمذاكره واجتهاد الناحيه الاخلاقيه، ما تقعدش مع حد منحدر او منفلت اخلاقيا. ما بقولكش فاهم بيقعد بعد الجامعه كده وبتاع، لا انا بتكلم ايه عامه، يعني عامه. قل لي من تصاحب اقول لك من انت. انت مصاحب مين اعرف انت مين. والله مصاحب الضايع بتاع الدفعه فانت ضايع زيك زيه. تحديدا لو انت شخصيتك مش من انواع الشخصيات المؤثرة على الاخرين، بل الشخصية اللي بتتأثر. لو انت بالذات الشخصية اللي بتتأثر مش المؤثرة، فانت بجد انتقي جدا الشخص اللي انت تعرفه. اختار شخص ياخدك المسجد ما بين المحاضرات عشان تصلوا. اختار شخص يعني يحثك على غض البصر مثلا. اختار شخص يحثك على اي حاجة حلال عامة يعني، ويبعدك عن الحرام. عامة احنا مش ملائكة، احنا بنغلط، ولكن ما تختارش شخص سيء يجرك انت وهو للشيء السيء عامة، اللي انت مش هتنجو وهتكتشف ان انت وقعت في الغلط متأخر، ايا كان الغلط ده ايه نوع. فلو انت شخص بتتأثر بالناس مش بتؤثر عليهم، فانت هنا محتاج ان انت تتحرى الموضوع ده اكتر من الشخص اللي بيؤثر على الناس. وسواء انت بتؤثر او بتتأثر، اهم حاجه الناس اللي انت هتعرفهم دول يكونوا ناس كويسه عامه. والكويس بيبان والوحش بيبان، كله بيبان. ما يعني خلي عندك شيء من النباهه، انت محتاج بجد دي تكون عندك اللي هي الملكه بتاعت ان انت تشوف البني ادم. في ناس ما تعرفش الحوار ده، في ناس بجد ما بتعرفش اللي هو عادي تستنى تتخدع بالبني ادم عشان تعرف ان هو وحش. لا الحمد لله في ناس بتشوف بس الوش تقدر ايه تقول لك والله الواد ده كويس الواد ده وحش كده. تمام. آه، ف فبس يعني الصاحب ساحب برضو زي ما بيقولوا. ف بالذات لو انت اللي بتتأثر مش بتؤثر بس. فلو صاحبت حد كويس، صاحبت انت شاطر، قصدي انت فاشل انت فاشل وصاحبت واحد شاطر جدا، آه، الشاطر ده هيخليك شاطر زيه، هيغصبك انك تذاكر معاه حتى لو انت مستواك العقلي متدني، بس انت هتغصب ان انت تذاكر معاه وتتطور. والله انت ما بتصليش بس انت صاحبت واحد بيصلي وما بيفوتش الحمد لله فرض في الجامعه، فبالتالي على الاقل انا بقولك بص، على الاقل لو انت ما بتصليش انت هتصلي الفروض اللي انت فيها معاه في الجامعه. هتروح البيت مش هتصلي، انت مش هتصلي لما تروح البيت، بس انت لازم تصلي لما تروح البيت. تمام. تمام عامه يعني، بس انا بكلمك يعني ده لو انت سيء جدا انت ضايع، انت مش هتصلي لما تروح البيت، بس انت على الاقل صليت الصلوات اللي هي عندك في الجامعه اللي انت قاعد فيها مع صاحبك ده اللي بياخدك من ايدك يلا بينا على المسجد. فبس دي كانت النقطه اللي تخص المعارف. انتقي جدا معارفك في اول سنه، اول ترم، اول سنه اوفرول. تمام. لان صدقني هتفرق معاك جدا قدام. فدي كانت النصيحه. وكده اظن متبقي حاجه واحده بس اخيره هقولها، بس اخد نفسي الاول وبعدين اقولها. طيب اخر نصيحه بقى عشان انا ما لقيتش ميه، فايه خليني اقولها بالمره وخلاص، الميه بره وانا مكسل اقوم. اخر نصيحه هقولها لك وهي اهم نصيحه وهي اسوأ حاجه بتحصل في الجامعه اصلا. لو انت في جامعه عامه لو انت في جامعه في اختلاط، في اختلاط مبالغ فيه، في اختلاط مفرط وبشكل مقزز للاسف. تمام. ابتعد عن الاختلاط وشيل من دماغك فكره ان انت فكره الافلام دي، فكره افلام تامر حسني دي اللي هو احنا رايحين الجامعه لازم، فاهم انت كده، مش بنلعب بوكسنج، لا اللي هو ايوه كده هي دي. تمام. ابتعد عن الفكر ده، الفكر ده فكر فاسد، فكر فكر غلط، فكر غلط، فكر بعيد عن دينك تماما. وصدقني والله هو لو انت مش مسلم حتى هو بعيدا عن آم، فكرة الأصول. عارف الأصول اللي هو هيقول لك يا راجل احنا بنفهم في الأصول، هو ده، هي دي الأصول اللي هم بيفهموا فيها. الأصول اللي هم بيفهموا فيها ده ما ينفعش. فكرة الاختلاط دي فكرة سيئة جدا. صدقني هتستنفذ طاقتك ووقتك وعقلك وكل حاجتك
صدقني منظرك مش حلو خالص لو انت دخلنا كده ولقيناك قاعد والله في شله كلها انت الذكر الوحيد اللي فيها، دي مش حاجه حلوه خالص، وبيبقى منظرك سيء. تمام؟ مش منظر بيبقى منظرك سيء، وبتفقد جزء من رجولتك. بالعكس انت مش لما تبقى قاعد مع 70 واحده انت كده الواد الجامد اللي فيهم، لا بالعكس انت بتفقد جزء من رجولتك، الاورا بتاعتك بتنزل بجد، انت قاعد بتلوز اورا تك تك تك. ابعد عن جو الاختلاط ده، ابعد عنه، الجو ده سيء جدا بجد، منظرك وحش. واللي داخل كل همه في الجامعه انا داخل اصاحب، انت غلط، انت صعب. انت بجد ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. تمام؟ ده حاجه بجد سيئه جدا. التعامل بحدود، التعامل بضوابط. والله احنا مش واحده تيجي تقول لك السلام عليكم، ممكن بس ملف المحاضره اللي بتاعه القرن ال 17 ميلادي، هتروح جاي طخخها بالنار، فاهم؟ لا لا، مش هنعمل كده عادي. بني ادمه بتطلب حاجه زي اي حد في الحياه طلب حاجه، اتفضلي والله ملف المحاضره شكرا سلام عليكم، بس. لكن لو بقى صباح الخير وشلة الولاد والبنات ويلا يا رجاله بقى نفطر مع بعض، ولا نعمل مش عارف فطار، قصدي نروح بقى نتغدى بعد الجامعة ونقعد مع بعض في البريكس، ونقعد فاهم نتشيل نشرب بوبا تي، وفاهم انت هلو جايز وازيكم، مفيش، ما ينفعش، حرام كده، فاهم؟ قطعا وقولا واحدا وبتاع، ما فيهاش لوك كتير يعني، فاهم؟ فده ما ينفعش. اقعد كده مع رجاله، وانت اقعدي مع بنات، وكل واحد يخليه في حاله، بلاش التلزيق كده ده بجد. وغض بصرك، غض بصرك، غض بصرك، سواء راجل او ست يعني، فاهم؟ مالكش دعوه. ما انت مش برضه انت مش داخل الجامعه انك ايه، تؤم بالناس وتقف تخطب بيهم، لا احنا عادي، خليك في حالك يعني، خليك في حالك. صاحبك القريب ليك عندك القدره انك تنصحه في حاجه، خش انصحه، بالعكس ده واجب عليك انك تنصحه بما ان هو صاحبك المقرب ليك. لكن ناس ماشيه في الجامعه كده، فاهم انت؟ واللي قاعد بيفيب، واللي قاعد مش عارف بيعمل فين، واللي بيعمل ايه وايه، والحاجات دي كلها، ما انت مش مطالب انك تقول له حاجه على فكره. آه، او مطالب بس في الكوميونتي اللي احنا بقينا فيه ده الحوار صعب جدا، فانت طبعا ايه في الاغلب هتروح، فاهم؟ هتتاخد باللكميه في وشك، فانت ايه، آه، في دايرتك القريبة خليك الشخص الناصح ده. لكن بره خلاص مالكش دعوة بحد يعني، فاهم؟ برضه ما تبصلوش بصة الاستحقار، لان هو لو في موقف انت شايفه سيء، او مش انت شايفه، هو فعلا في موقف سيء، هو بيعمل حاجة حرام دلوقتي وبيجاهر بيها، صدقني انت مش بتعمل الحاجة دي نباهة منك، ولا نصيحة منك، ولا ان انت الراجل التقي العافي عافي، لا التقي العفيف اللي مفيش منك اتنين، لا انت بس ربنا كرمك، بس ربنا منزل عليك شوية هداية كده، انت في يوم وليلة، فاهم؟ فاهم؟ ربنا يغير قلبك، فاهم؟ وشكرا، سويتش تاني يوم، تسويتش تلاقي نفسك تاني يوم والله يا رجاله يلا بينا ننزل بقى ايه، هاتولي الكتاكيت اللي عندنا في الجامعه، فاهم ايه؟ عايزين كده ايه، نتعارف يعني، وننزل موسم تزاوج بقى والكلام ده. فارجوك ابتعد عن الحاجات دي، هي دي اهم نصيحه في الجامعه، سيبك من كل اللي فات ده. والنصيحه اللي قبلها مهمه برضه، دي مهمه جدا، ابعد عن البنات، مالكش دعوه بيهم، والبنت ابعدي عن الولاد برضه، كل واحد يخليه في حاله، مفيش حاجه اسمها شله جماعيه، مفيش. اصل بيحط لك برضه الحوار ده في شله ايه، او فكره ايه، اللي هو يلا بينا احنا بقى ايه، هننزل جوه الجروب الجامعه، مفيش حاجه اسمها جروب الجامعه يعني، مفيش محرم برضه يعني، فاهم؟ جروب الجامعه ده مش يعني انا مش صاحبي يبقى عمها يعني، فاهم؟ فينفع انزل تمام عادي عشان صاحبي يبقى عم البنات كلها اللي معانا في القعده، مفيش، فاهم؟ مفيش الكلام ده. فكرة ان انتوا بدل ما كنتوا هتنزلوا واحد وواحدة بقيتوا 7 رجالة و7 بنات، دي مش كده مفيش، انت كده ما عملتش انت كده ما حللتش الموضوع لسه بقى حرام، بس حرام جماعي يعني، فاهم؟ الموضوع كبر، انت كده نيلت الدنيا اكتر، فاهم؟ انت كده بقى فيها مجاهرة، احنا كلها بنخرج مع بعض، فكده انت بتجاهر بالمعصية. والموضوع ده بالذات سيرش طبعا. طبعا انا يعني مش لست بشيخ، ما عنديش لحية اصلا، فاهم انت؟ فاهم؟ انا لست بشيخ، ولكن سيرش في الموضوع اكتر، هتعرف ان الموضوع ده بس لوحده ان انت ترافق، فاهم انت؟ الموضوع ده لوحده
يعني هو بيبقى حاجة كبيرة وشايل تحته ذنوب كتير أوي، يعني فاهم، مش بيبقى ذنب واحد بس، وبعضهم ذنوب لا تغتفر أصلًا، اللي هو المجاهرة، فكرة إن أنت لو أنت مطلّع كده فاهم الvape وقاعد وفرحان لي بيها أوي وبتاع، وبدل واحدة 2 ومعلّق واحدة في رقبتك، واحدة في ضهرك، واحدة مش عارف فين، واستبن في الشنطة والكلام ده، ده مجاهرة بالمعصية، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون. وهكذا الحال لو أنت خارج مع واحدة، لو أنت خارج مع واحدة في العلن لا تحل ليك، وخارج معاها كده وفاهم ويالّا واللي يحصل يحصل والناس كلّها شايفانا والناس كلّها عارفة برضه نفس الكلام، أنت كده اسمك بتجاهد بالمعصية، غير طبعًا بند المحرمات الكتير جدًا اللي موجود تحت هذا الحوار. فبس كده، يعني خلّونا ما نتكلمش أكتر في هذا الموضوع، لإن هو لو اتكلمنا فيه هنشطح وأنا لست أهل إن أنا أتكلم فيه. بالمناسبة بما إن أنا لست أهل في فيديو إن شاء الله هينزل عن الموضوع ده تحديدًا بشكل specific، بس مش من منظور مشايخ علماء، لأ، من منظور شباب محطوطين في هذا المستنقع وبيحاولوا إن هم يجاهدوا إن هم يخرجوا منه، وكلّه هيكون الفيديو عبارة عن اجتهادات شخصية. الفيديو ده مع مين مش هاقول لكم، ممكن أنتم عارفين، ما طلعش غير مع حد واحد بس أصلًا، فأنتم هتبقى تشوفوه يعني وهتبقوا عارفين. الفيديو ممكن ينزل بارتين، لسه مش دلوقتي، ما أعرفش هيتصور إمتى، وما أعرفش محتواه هيبقى إيه بالضبط، بس يعني إيه، إن شاء الله خير. وبس كده، شكرًا إنك شُفت الفيديو، شير بقى وروّق الدنيا، وأرجو الفيديو الalgorithm بتاعه ما يسقطش عشان بقالنا كتير ما بننزلش. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.